انفخ البلالين يا نجاتي. السطور امام عاشور يحتفل بطريقته الخاصة بالبالونة البيضة مش البالونة الحمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائي وأعزائي متابعين الكرة مع محترم. أنا النهاردة حبيت أتكلم مع حضراتكم في مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز والمؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري. النهاردة يعتبر آخر مباراة مؤجلة في الدوري. بدأنا نشوف الدوري، كل الفرق لعبة 7 مباريات. النهاردة النادي الأهلي بيكسب سموحة 2-0 بهدف عالمي لإمام عاشور، وأسست ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى من كريم الدبيس اللي المفروض ده نحافظ عليه مشروع باك شمال مصر. كريم الدبيس لو خد الفرصة هينسينا ناس كتير قوي في الناحية الشمال. النهاردة النادي الأهلي بيتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، يليه نادي الزمالك 14 نقطة، يليه نادي بيراميدز 14 نقطة، نفس الرصيد. احنا النهارده شفنا كولر مختلف شويه عن الماتشين اللي فاتوا. جماهير النادي الاهلي النهارده لحظه اما كولر بطل يخترع وبطل يفتي بالبلدي كده وحط كل واحد في مكانه. النهارده شفنا الاهلي هجومي لدرجه حلوه قوي. النهارده مستر مارسيل كولر لعب بطريقه 4-2-3-1، لعب في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، اشرف داري. اللي انا عايز اشيد باشرف داري بقالنا 3 ماتشات احنا حاسين بيه كلاعب جاي للنادي الاهلي. لعب بخط النص اكرم توفيق، مروان عطيه، ثلاثي الهجوم الشحات قفشه امام، وفي الهجوم وسام ابو علي. احنا شفنا النادي الاهلي قدم النهارده اداء مميز، وخصوصا في الشوط الاول بدأنا نشوف ريحة الاهلي اللي احنا شفناها من 3-4 شهور. بدأنا نشوف كيان الاهلي رغم الاصابات، رغم الايقافات، رغم ان في لعيبه النهارده النادي الاهلي يعتبر خسر 3 لعيبه بسبب الاصابات. ياسر ابراهيم اصابه، يحيى عطيه الله هيغيب 6 اسابيع، اشرف داري شد في العضله الخلفيه. النهارده لازم نحس بمستر مارسيل كولر. مستر مارسيل كولر طلع في المؤتمر الصحفي وقال الكلام اللي احنا بنقوله بقالنا زمان مرارا وتكرارا. قال فين الصفقات الجديدة؟ لم يصلني اي شيء عن التدعيم من ادارة النادي الاهلي. كولر بيوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي بين السطور، بيقول لهم انا ما ينفعش العب في كاس العالم للاندية، الجماهير هتاكلني، انا عايز صفقات بشكل سريع. مش الصفقة هتيجي النهاردة هتلعب بكرة، لازم الصفقة تندمج مع الفريق. لو انتوا عايزين تحققوا طموحات الجماهير وتلبوا رغباتهم ادوني طلباتي. احنا قلنا ممكن الادارة، وفعلا الادارة مقصرة مع مستر مارسيل كولر. النهاردة شفنا لفتة طيبة في المباراة، جماهيرية حلوة. شفنا جماهير النادي الاهلي في الدقيقة 20 بترد على جماهير النادي الزمالك في الماتش اللي قبله. جماهير نادي الزمالك في الدقيقة 74 حيت جماهير النادي الاهلي وشهدائها. جماهير النادي الاهلي النهارده بترد الدين لجماهير نادي الزمالك، وده اللي احنا عايزين نشوفه في الكرة المصرية. انت احسن، انا احسن، اهلي احسن، زمالك احسن، نختلف مع بعض بأدب، كل واحد يشجع وينتمي براحته في ظل الاحترام والأدب المتوافر. شكرا ليكم، سلام عليكم.